الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، جاء بالتوحيد، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، في قلبه وزن برة من خير، ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن ذرة من خير. وكذلك حديث الشفاعة، ومنها ما رواه الشيخان من حديث أنس أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. إذن لي أي أشفع في من قال لا إله إلا الله. فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي. هذا قسم عظيم بأربع صفات: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا يبين عظيم فضل هذه الكلمة، وأنها كلمة عظيمة بها النجاة من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة. فالله يقسم هذا القسم ليبين عظيم هذه الكلمة، هو حقه جل في علاه الذي تفضل به على عباده، أن من أقر بهذا الحق صادقا من قلبه أخرجه الله تعالى من النار.